بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هنتكلم دلوقتي على العصب البصري. العصب البصري من الأجزاء اللي هي زي المخ بالظبط، ولو حصل فيه أي تلف ما بيرجعش تاني. يعني إيه اللي يخلي العصب البصري يحصل له يحصل له فشل أو يحصل له ضمور؟ من ضمن الأسباب نزيف العين. أحيانا بيحصل فجأة نزيف في المخ في حتت معينة، وبالتالي بتأثر على العصب البصري ويتبوظه، أو بتأثر على مركز الإبصار في العين ويتبوظه. زي ما قلنا المخ زي العصب البصري، لو حصل فيه تلف العصب البصري بينقل الصورة للمخ، والمخ هو اللي بيترجم الصورة في الآخر. فسواء في المركز البصر في المخ او في النزيف في العين عمل تلف في العصب البصري، بالتالي الصورة ما بتصلش وبتتقطع ارسالها. احيانا بيحصل ضمور في العصب البصري لو في ارتفاع في ضغط الدم او ارتفاع في ضغط العين اللي هي المياه الزرقاء. احيانا بيحصل ضمور في العصب البصري لما يكون في تصلب في الشرايين اللي هي بتغذي العصب البصري الشديد، وبالتالي بينقطع تقريبا الدم اللي واصل للعصب البصري، فبالتالي بيحصل ضمور مستمر، وده بيحصل نتيجة مرض السكر او ارتفاع شديد في نسبة الكوليسترول او الدهون الثلاثية في الجسم. فدي اهم اسباب مشاكل العصب البصري. متعنا ربنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيانا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.